الفاروق معنا هذا المساء المبارك. الشيخ عمر الفاروق غني عن التعريف من أكابر العلماء في الصومال وفي العالم الإسلامي بصفة عامة. تخرج من الجامعة الإسلامية بكلية الدعوة وأصول الدين في عام 1979، ومنذ ذاك الوقت وحتى الآن وهو داعية متجول في الجزيرة العربية في الصومال وأوروبا وأمريكا الشمالية. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا في كلامه هذا، وسيكون موضوع كلامه بإذن الله تعالى حول الأخوة الإيمانية، فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين جل جلاله وعظم كماله وعز جاهه وقوي سلطانه وكبرت كبرياؤه وتمت كلماته صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن هذه الآية الكريمة على وجازتها وقصر ألفاظها ما تركت شيئا يحتاج إليه مسلم اليوم، فلو أن المسلمين هداهم الله طبقوا هذه الآية الكريمة لسادوا في الدنيا والآخرة كما ساد آباؤهم وأجدادهم من السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان. الآية الكريمة أيها الإخوة تتألف من 4 جمل إنشائيتين وخبريتين، فسوف نتناول بإذن الله في هذا اللقاء المبارك الجملة الأولى من الآية: إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة الإيمانية أيها المسلمون متى بدأت وما هي أركانها وما درجاتها وما حقوقها؟ فقد بدأت الأخوة الإيمانية منذ نعومة أظفار الإسلام في أول وهلة في أول المجتمع الإسلامي. فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم يتألفون من بلادهم الحبشية رضي الله عنه، ومن أبي بكر الصديق رضي الله عنه العربي القرشي، ومن سلمان الفارسي رضي الله عنه، ومن صهيب الرومي رضي الله عنه. فالأجناس مختلفة ومتباعدة، ولكن القلوب متقاربة ومتحاضرة. فالمولى يمدحهم ويقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
رحماء بينهم. ويقول في آية أخرى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالأخوة الإيمانية نسخت جميع الأخوات التي قبلها من سواء الدم أو اللغة أو اللون والمساكنة والمعاشرة وما إلى ذلك. فالأخوة المعتبرة عند الله سبحانه وتعالى هي التي تعتمد على الإيمان والإسلام والمحبة بهما والاجتماع من أجلهم. إنما المؤمنون إخوة. فللأخوة الإيمانية أركان أيها المسلمون، فأركانها ثلاثة ودرجاتها ثلاثة وحقوقها ستة. أما أركانها فهي مجتمعة في قول ربنا تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فالركن الأول أيها الإخوة من أركان الأخوة الإيمانية التوبة والرجوع إلى الله. ومتى تاب الكافر ورجع إلى ربه وإيمانه وطاعته، ومتى تاب الفاسق فيتوب من فسقه وذنبه وفساده ويتوب إلى مولاه بالطاعة والاستقامة، فقد حصل ركنا من أركان الأخوة الإيمانية وهي توبة إلى الله. أما الركن الثاني أيها الإخوة فهو إقامة الصلاة. ومتى صلى الطائف الصلوات الخمس والجمعة والجماعة مع المسلمين فقد فاز بالركن الثاني من أركان الأخوة الإيمانية. فإذا دفع الزكاة فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما عليه. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أما درجاتها فهي ثلاثة. الدرجة الأولى أيها الإخوة ألا تؤذي أخاك المسلم لا بالقول ولا بالفعل ولا بغيرهما من الأداء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ويقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالدرجة الأولى أيها الإخوة من درجات الأخوة الإيمانية هي عدم الإيذاء. فلا يجوز للمؤمن أن يؤذي أخاه المؤمن بأي شيء من الأذى. أما الدرجة الثانية أيها الإخوة فهي أن تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك، وهذا من كمال الإيمان. فإذا ما تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك فهذا نقص في إيمانك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الدرجة الثالثة فهي الإيثار، ومعناها أن تعطي لأخيك
المسلم ما تحتاج إليه، وقد فاز في درجات، في تلك الدرجات كلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار في المدينة المنورة. وقد سجل المولى ذلك في كتابه حيث يقول عز من قائل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه هي درجات الأخوة الإيمانية. أما حقوقها فهي 6 مجموعة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. رواه مسلم. هذه هي الحقوق التي لكل مسلم على أخيه المسلم. فالحق الأولى أيها الإخوة هي السلام. والسلام أيها الإخوة هي التي وردت في كتاب الله، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهي السلام عليكم. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. ويقول سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقول سبحانه: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذه السلام أيها الإخوة لو نظرنا إلى تاريخها لوجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها بدأت منذ بدء البشر. فحينما خلق المولى عز وجل أبا البشر آدم عليه السلام، قال المولى لآدم: يا آدم اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة في الجنة فقل سلام عليكم واسمع ما سيردونه عليك، فهذا تحيتك وتحية ذريتك من بعدك هو تحية أهل الجنة. فذهب آدم إلى النفر من الملائكة في الجنة فقال: سلام عليكم، فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله. فهذه السلام تاريخها قديمة وبدأت منذ بدء البشر. أما حروفها فهي حروف قرآنية، فكلمة سلام 4 أحرف، وكلمة عليكم 5 أحرف، والمجموع 9 أحرف. فالقائل سلام عليكم له 90 أجرا، على غير قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أما معناها فهو الدعاء. فأخوك المسلم حينما يقول سلام عليكم يدعوك على أن المولى جل وعلا يحفظك وينجيك من كل آفة في الدنيا والآخرة. هذا معناه. ومن فوائدها أيها الإخوة تخلق بالسلام المحبة بين الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هذا هو الحق الأول
الذي لكل مسلم على أخيه المسلم. أما الحق الثاني أيها الإخوة فهو إجابة الدعوة. إذا دعاك أخوك المسلم فقد علم وشعر أنه أخوك المسلم لا يستغني عنك، ولذلك دعاك، ويجب عليك أن تجيبه وتذهب إليه، ولا سيما إذا كانت الدعوة من أجل العرس. هذا هو الحق الثاني من الحقوق التي بين المسلمين. أما الحق الثالث أيها الإخوة فهي النصيحة. فالناس ليسوا على درجة واحدة في العلم والعمر والخبرة والعقل، فيجب على المسلمين أن يتناصحوا وأن ينصح بعضهم لبعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقيل: يا رسول الله لمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة أيها الإخوة هي الحق الثالث لكل مسلم على أخيه المسلم. أما الحق الرابع فهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله تعالى فشمته. فكل عاطس من المسلمين يجب عليه أن يقول بعدها الحمد لله، ويقول صامع يرحمك الله، ويقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم. هذا هو الحق الرابع. أما الحق الخامس فصحة أيها الإخوة لا تدوم، وكذلك المرض لا يدوم. فإذا سمعت على أخيك المسلم أنه قد مرض يجب عليك أن تعود إليه وتدخل السرور في قلبه وتقول: طهور إن شاء الله ولا بأس. فما عليك إلا العافية والأجر. تقرأ عليه ما تيسر من فاتحة الكتاب، وتسأل الله سبحانه وتعالى لأخيك المسلم الشفاء العاجل. هذا هو الحق الخامس. أما السادس والأخير فهو إذا مات واحد من المسلمين فيجب على السامعين 4 أشياء: الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه. هذا هو حق المسلم السادس. فهل رأيتم أيها الإخوة أحسن من الإسلام بالله والله؟ لأنه من أول اللقاء السلام عليكم، وفي آخر اللقاء الغسل والتكفين وصلاة الجنازة عليه ودفنه. فهذا هو حق المسلم على المسلم. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ديننا وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويوفقنا على ما يحب ويرضى، وأن يدفع عنا كل شر ويوفقنا إلى كل خير بفضله وجوده وكرمه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمون. وأشكركم على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فلعلي أسافر من الآن، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يتجدد اللقاء بيننا وأن يحفظنا من جميع الشرور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله
لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.